السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم اجمعين يا رب العالمين. اتمنى اللي تشوف القناة تعمل لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. النهارده طبعا احنا عارفين خلطة المحشي، انا ما حبيتش اعملها لكم يعني لان انا عاملاها كذا مرة. عملتها كده معايا بعد ما تحطيش الخضرة وهي على النار عشان الخضرة ما تسمرش وتبقى مش حلوة. ما بتتحط كده بعد ما انت تشيلي الخلطة بتبقى كده خضرة وشكلها جميل. ما هنا قورنا بتنجان وكوسة وفلفل. طبعا احنا ما شاء الله اساتذة بس انا حبيت اشارككم الروتين بتاعنا النهاردة. هنعمل النهاردة محشي كوسة وبتنجان وفلفل. هتقلبي كده. طبعا احنا حطينا الزيت، السمنة، عندك سمنة عندك زيت اي حاجة قلبيها بس بعد ما تشيلي الصلصة خلاص. طبعا هتقعدي تقلبي كده بحيث ان الخضرة تملي الخلطة بتاعتك. انا بحب احشي في الصينية لما بتبقى حلة مبتبقاش يعني قد كده، بس الصينية بتبقى جميلة كده وشكلها حلو. هنقور البتنجان والكوسة والفلفل، تحط شوية الزيت او المادة الدهنية بتاعتك. في ناس بتقدح لها وفي ناس بتحط كده زي ما انا بحطها كده. انا بطبخها كده وبعملها كده بتبقى جميلة وزي الفل. عملت فرشة بتاعة تقوير الكوسة، فرشة في القعرية بتاعة الصينية كده. وهوريكم دلوقتي هنحشي الكوسة وان شاء الله يا رب يجعله بالهنا والشفا يا رب على قلوبكم. خلطة سهلة وبسيطة وسريعة، يعني نص كيلو رز على او كيلو رز تبع الافراد اللي عندك. انا حاطه كده في الحله اللي هناك ديت. قورنا الكوسه، طبعا احنا ما شاء الله اساتذه. جبنا كده الشوكه وخربشناها من نص من بره وبعدين تقوريها. الخربشه دي بتساعد على سوي الرز جوه. فاهمين يا بنات؟ هي مش هي منها بتدي شكل ومنها تسيب عقله كده، عقله صابع، ما تملوش على الاخر عشان ما يطفش ويبقى الحله كلها رز او الصينيه. قورناها كده بالراحه كده. هتقعدي تحشي كده، هتسيبي قيمه صابع عشان لما يجي يستوي الرز بيملي المكان اللي انت سبتيه. خلاص ما تمليش الكوسايه على اخرها. خلاص يا بنات، انا هقور كام واحده كده معاكم وبعد كده هنقور البتنجان والفلفل هنحشيه مع بعض. خلاص. انا حبيت كده النهارده ان شاء الله باذن الله. انا ما عرفتش انزل فيديوهات طول النهار. طبعا انتوا عارفين ان انا اتاخرت عليكم في الفيديوهات والقناه بتقع. والله بسم الله الرحمن الرحيم، عليها قناه مش راضيه تكبر، بس ان شاء الله دعمكم ليا يفرحني. نفسي احقق الشروط بتاعتي والقناه تكبر ويجيني البنكود ونقبض ان شاء الله والمشاهدات تعلى، بس بفضل الله باذن الله وبفضلكم ان شاء الله هتدعموني وتقفوا جنبي. لان القناه دي باب رزق ليا والله العظيم. وبتمنى ان شاء الله باذن الله قناتنا تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. انا بقدم محتوى يعني هادف، مش محتوى يعني هايف ولا محتوى قلة ادب ولا الكلام ده. انا بشارك الروتين بتاع اللي هو الاكل، المطبخ، الكلام ده. طبعا احنا قورنا البتنجان. طبعا هتقولوا البتنجان ده كبير كده ليه؟ انا ما بحبش البتنجان الصغير، هو بيبقى شكله احسن يعني، بس انتوا عارفين يعني البتنجان اللي من دول غالي والكلام ده، فبنحاول يعني نمشي امورنا الدنيا كده. ربنا يعافينا ويعدها على خير ان شاء الله باذن الله. كده قورنا البتنجان مع بعض. طبعا انت طبعا بس زي ما عملنا في الكوسه هتعملي في البتنجان. هتسيبي قيمه عقله صابع، ما تملوش على الاخر عشان يبقى شكله حلو، ما يتنفخش معاكي، ما يتقطعش. فاهمين؟ شايفين الكوسه ما شاء الله شكلها حلو قوي. بالشوكه تخربشيها كده خربشه صغيره كده. خلاص ما توصلش لجوه عشان بحيث ان هي ما تقطعش معاك وتطلع الرز. هي الخلطة حمرا وبسم الله ما شاء الله، طماطم وصلصة جميلة زي الفل. ربنا يا رب يعود عليكم وعلى المسلمين بخير يا رب العالمين. طبعا احنا في ايام صيام الستة البيض من بعد العيد. فبتمنى اذا تشوف الفيديو اول مرة تشوفيني اعملي اشتراك، فعل الجرس، دوس على العلامة الحمراء اللي جنب الاسم وصندوق الوصف بتاع فيديوهاتي وقوائم التشغيل. خلاص يا بنات اهو شايفين ادينا قورنا الكوسة والفلفل. واشوفكم مع الفيديو كده وكملوه يا رب يعجبكم ان شاء الله باذن الله. كده هحشي الصواني بتاعتي. عندك حله احشيها في حله عادي، بس انا بحب احشي كلها بتستوي
يعني بتدخلها الفرن تحطيها على البوتاجاز عادي بتشتغل معاكي كده وكده. وبعدين شهر رمضان يعني الواحد كان متفرغ، يعني الحمد لله الحمد لله رب العالمين، ربنا يقبلنا عنده فرق العبادة والصلاة والكلام اللي انتوا عارفينه ده، فما كانش فيه وقت والله. شايفين الفلفل اللي انا اقوره، نفسي كده ان شاء الله احقق الشروط بتاعتي. وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. اللي تشوف القناه تعمل لايك، ما تعديش الفيديو كده لما تفرحيني بتعليق حلو ليكي او اشتراك. وكلكم اساتذه طبعا في المحشي، بس انا ايه حبيت اشارككم في الروتين بتاعنا النهارده. طبعا البوتاجاز ما بصوش عليه لان اللبن غلي عليه وطف، ما كانش في وقت ان انا امسحه. فيديوهات كتيرة ان شاء الله نازلة باذن الله. ربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم اجمعين يا رب العالمين. ارجو اللي تشوف القناة تقول لي هي بتشوفني من انهي بلد وتكتبين لي. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين يا رب العالمين. اهو شايفين نقورنا الباذنجان والفلفل، وانا بعمل الفلفل كده احسن ما بيبقى ايه الراس بتاعته مش مظبوطه، فاهمين؟ اهو نكمل الكوسه مع بعض. في واحده بتقول لي القناه بتاعتك مشاهداتها ضعيفه ومش عارفه ايه والكلام ده. المشاهدات دي من عند ربنا، هو الرزق. شايفين اهو كان عندي بصلتين كده، فتحيهم كده وقوريهم محشي بصل عادي بيبقى طعمه جميل والله، بسم الله ما شاء الله. اهو كده عندنا الصينيتين اهو بسم الله ما شاء الله. هتحطوهم على البوتاجاز، عايزه تنشي فيه وتبقى حلو كده حطيه على البوتاجاز عادي يعني، فاهمين؟ ما تاخدوش بالكم من منظر البوتاجاز. نقر عليه صلصه والكلام ده. بعد الغدا بنمسح يعني وننضف الشغل ده. هتولعي البوتاجاز وتغطي الصواني بتاعتك، وهوريكم كده الشكل النهائي باذن الله في الفيديو. هوريكم الكوسه كنت عامله عليها شويه كوارع. معلش العده دي بايظه خالص، كنت عايزه العين عندي على الكرة على الكوارع يعني. ولعها عليها البوتاجاز، الدنيا بايظه خالص. بس اهو اهو حمارتك العرجه تغنيك على السؤال اللي ايه. ربنا يصلح حالكم يا رب، يوسع ارزاقكم وارزاق المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا محشي الكوسه بيبقى خفيف شويه عن محشي الكرنب. هعمل لكم حلقات تانية جديده نازله بالمحشي الكرنب باذن الله. الفيديوهات دي والله عندي على التليفون وما كانش جايلي نفسي انزلها يعني على القناه، بس ان شاء الله باذن الله ربنا يرضى. هنحط بقى الشوربه بتاعتنا. عندك شوربه هتحطيها، ما عندكيش شوربه اعملي مرقه مكعبين 3 مرقه بالميه سخنه، وبتدي طعم هو الشوربه مرق الدجاج، فاهمين؟ او حاولي مثلا تغطي الخضار، يعني هو الخضار ده ميه فغطيه بس كده، وذوبي شويه ملح كده في شويه الشوربه. لو انت مش محدقاه هتذوبيه كده في الكنكه. خلاص انا عندي المقصوصه، بس انا ايه الكنكه بتجيب كميه اكبر شويه، فاهمين يا بنات؟ عندك البصل طلع اهو. طبعا هتبقى بشوربه كوارع. عندي الكوارع عاملاها معاكم في حلقات تانية، هتشوفوا الكوارع بتبقى حلوه بسم الله ما شاء الله، سمينه وبتدي طعم للمحشي زي اللحمه بالظبط. طبعا الكرع دلوقتي بقى ب170 يعني، بسم الله ما شاء الله يعني، على الغلاء اللي احنا فيه. ربنا يرحمنا اللهم امين يا رب العالمين، واللي معاهم ولاد ربنا يرزقهم برزقهم، لان يعني الدنيا فعلا عادت صعبه. خلاص يا بنات، انتوا طبعا الفيديوهات اللي هي بتبقى فيها اسفاف، بيبقى فيها هيافه وبيبقى فيها كذا وكذا، فبتدعموها. هي القنوات على قد يعني، انا ما عنديش احتراف في اي حاجه تانية غير كده يعني. ممكن اعمل فلوج برا روتين كده، بس انا ايه في حاجات كده بتعداها ما اقدرش ان انا اعملها، فاهمين يا بنات؟ يا رب اللي يشوف القناه بتاعتي تعمل اشتراك والشير وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويصلح حالنا وحالكم، اللهم امين يا رب العالمين. بشكر كل اللي بتعلق لي بتعليق حلو، ربنا يا رب يجازيها كل خير عننا جميعا، اللهم امين. ونقف جنب بعض يعني. هو الواحد لما بيقف جنب انسان بيبقى محتاج دعمه، دي مش حاجه وحشه.
دي حاجة حلوة تقعد في ميزان حسناته. طبعا كده المحشي يا بنات، والكوسة كانت الكوسة مهرية خالص، بسم الله ما شاء الله. شايفين بتستوي ازاي في الصينية. انا بحب المحشي طري كده، ما بحبوش يبقى حصى. شايفين البصلاية، قطعنا ليمونية كده، وشوف شوربة الكوارع بيضة وزي الفل. بالهنا والشفا على قلوبكم، اللهم امين يا رب العالمين. جربوها ان شاء الله. طبعا انا حاطه في الشوربه فلفل اسود حصى، مش حاطاه ايه ناعم، مع عصره ليمونه كده بيبقى طعمها حكايه. ايه هاتلي الكرع كده ب170. انا بصراحه بقسم الكرع على مرتين، يعني عشان ما عنديش ان هو اللي بياكل يعني فاهمين. معلش طولت عليكم في الفيديو. ربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم، اللهم امين يا رب العالمين. دعمكم بيفرحني، القناة تكبر بيكم. نفسي من عين احقق الشرط الرابع والثالث. انا حققت الشرطين الاولانيين، بس بفضل الله وبفضلكم باذن الله هحقق الشروط بتاعتي. شايفين طبق شكله جميل، بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا على قلوبكم. اتفضلوا معانا بقى. ربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم، اللهم امين يا رب العالمين. واجعلوا في ميزان حسناتكم وحسناتنا كلنا اجمعين يا رب العالمين. بتمنى دعمكم ليا، يدعموني، ربنا يجازيكم كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله. أرجو لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله.